كسبنا منتخب زيمبابوي. انا بس يا جماعه المشكله ان انا طول الفيديوهات اللي صورتها الفتره اللي فاتت دي كلها بتكلم عن حاجه واحده بس. ايه هي خطه كابتن حسام حسن في الهجوم؟ نفسي حد يجاوبني ويقول لي ايه هي خطه كابتن حسام حسن في الهجوم. عندك اجابه؟ ما عندكش اجابه. عارف ليه؟ عشان احنا ما نعرفش ولا حد يعرف. بتلعب على صلاح ولا مرموش؟ ضيعت فرص كتير اول ربع ساعة لحد ما دخل فيه جول مضحك بسبب حسام عبد المجيد. ماشي، عادي، بتحصل، وارد. كمل ضغط وكمل إضاعة فرص لحد ما تتعدل وتكسب. لا، الفريق بيكش، وكابتن حسام بيعمل أغرب تغييرة إن لم يكن إمام عاشور مصاب أو مش جاهز. عمل أغرب تغييرة يخلي اللي بيكره إمام عاشور من الزملكاوية مش عارف يبرر لكابتن حسام حسن هو طلع إمام عاشور ليه. بتلعب قدام زيمبابوي، تصنيفه 23 من 24 فريق الموجودين في البطولة. بتلعب باتنين ديفندرات، بتلعب بمروان عطية وحمدي فتحي. هل يعقل؟ امال لما تلعب فريق تقيل هتلعب بثلاثة ديفندرات؟ وبعدين مش انا الاوان انك تلعب مهند لاشين جنب مروان عطية لو هتلعب باتنين؟ مش آن الأوان إن حمدي فتحي يكون احتياطي لمهند لاشين مثلا؟ طيب، لبست جون، طلع واحد من الاتنين، من حمدي فتحي ولا مروان عطية، والطبيعي حمدي فتحي طلعه. وتنزل إمام عاشور ورا جنب مروان عطية، ويخليه هو رقم 8 وهو اللي يبدأ الهجمات. لا، انت بتطلع إمام عاشور من أول نص ساعة وبتنزل مصطفى محمد. ماشي، عملت عرضيات؟ لا. طب لعبت على مصطفى محمد؟ لا. طب نزلت مصطفى محمد ليه؟ معرفش، بس كان لازم انزله، ما احنا خسرانين. بس عبس. ربنا كرمك وجبت جون عن طريق مرموش بهجمة فردية منه بعد ما ضيع 50,000 جون. استغلت الجون ده؟ برضو لا. عمر مرموش مضيع 4 5 6 جون ما يدعوش. الراجل مجتهد جدا وكل حاجة، بس ضيع كتير. زيزو لما نزل عمل فرق لكن ضيع فرصتين ما تضيعش. محمد صلاح ما جاش الماتش، وعلي محمد عمال مراقبة لصيقة مراقبة لصيقة. يا عم واحد بس اللي ماسكه، ما لمس الكورة في محمد صلاح غير الجون اللي جابه. الحمد لله. يا رب بقى نتحسن عشان واحد زهق وقرف.